السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نعملوا تطبيق غير بالذكاء الاصطناعي. غنعملوا تصميم ديال التطبيق. اول حاجه غادي نجيو غادي نكتبوا غادي غادي نعملوا كولي ايه بالعربيه. غنكتبوا اريد تصميم تطبيق هاتف خاص بانشاء الفواتير، وغنجيو لهنايا غنجيو الاب. وما تنساوش لهنايا غتجيو لجوجل ستيتش، غتجيو لهنايا غتكتبوا قبل في جوجل غتكتبوا ستيتش. غادي نكليك انا غنكتب هنا اريد تصميم تطبيق هاتف خاص بانشاء الفواتير، وما ننساش هنايا هاد الاب هاد، ونعمل اوكي. هنايا نستنى يجينيري لي الديزاينات ديالي. اول حاجه كيف ما كتشوفوا هنايا عطانا هادوما الالوان الرئيسيه او لا هادوما الالوان الرئيسيه ديال السيستم او لا ديال التطبيق ديالنا. هو بدا كيعمل الانشاء ديال الصفحات. كيف ما كتشوفوا هنايا هو بدا كينشأ الواجهة ديال التطبيق. هو التطبيق باللغة العربية. مثلا هنا انفويس برو، اجمالي التحصيل، فواتير معلقة. غنستناو هنايا. ها هي هنايا مثلا الفاتورة، هنايا معاينة الفاتورة، فاتورة ضريبية. من بعد ما التطبيق من العملية كتسالي، مثلا إلا لاحظنا حنا أي حاجة بغينا نبدلوها كنجيو لهنا. مثلا هاد الأرقام هادي كنجيو لهنايا، كنجيو لهاد البوطونة هادي، ها هي ايديت، وكنكليكيو هنايا وكان كليكيو على هاد البوطونة ديال ايديت ويز اي اي، ونكتبوا هاد البرومبت هذا. مثلا انا طلبت منه انه يبدل هاد النوامر هادو ورجعهم نوامر اللي هما لاتينية. وكيف ما شفتوا هنايا هو بدل الرقم لهنايا كيفاش ولا. يعني اي حاجة بغيتي مثلا تبدلها كطلب من الاي اي انه يبدلها لك. في الاخير مثلا انا بغيت نخرج هاد الصفحات هادي، مثلا بغيت نخرج هاد الصفحة هادي على شكل صورة مثلا نصيفط لشي واحد. كنجي لهنا كنعمل كليك، كنكليك على اليمين، وكنجي كنعمل كوبي. هنايا بالنسبة أنا عندي البيسي باللغة الإنجليزية، أنت غتجبر مثلا كوبي كوم ايماج. نقدر نعمل مثلا كوبي كوم بي ان جي، وهي هادي كوبي اس بي ان جي. كنعمل كوبي اس بي ان جي، ونقدر مثلا ندخل الواتساب ديالي ونصيفط هاد التصويرة لأي واحد مثلا. ها هي كيف ما كتشوفوا، ها هي أنا صيفطتها مثلا لشي واحد، اولا عطيتي الفكرة، اولا مثلا كنتي ديزاينر تقدر تعطي الفكرة للكليان وتصيفط له هاد الصورة هادي. ها هي مرحبا بك احمد، اليك ملخصك المالي الفواتير. ها هي اللي موديفينا، نقدروا نموديفيو هادشي هذا كيف ما وريتكم. يعني تقدر تعمل تشوف الافكار ديالك بواحد السهولة اللي هي كبيرة، عوض ما غتضيع بزاف ديال الوقت هنايا في الفوتوشوب. وهذه لي طريقة سهلة. وفي الحلقة اللي ماجا ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نحولوا هذا التطبيق هذا لتطبيق واقعي باستخدام هذه المنصة هذه اللي هي الريبليت. وشكرا.